حضراتكم مؤمن عبد الغفار، استاد السلام بمدينه السلام بالقاهره، وبصحبه الاعلام الكبير الكابتن احمد شوبير ونجوم الاستوديو التحليلي الكابتن علاء نبيل، كابتن علاء ميهوب. كل التوفيق ليهم النهارده. لقاء الشعبان حكم الرابع ممدوح صلاح، لحظات كده ويبدا محمد معروف حكمنا الدولي. على يميننا النادي الاهلي وعلى شمالنا طلائع الجيش. نتمناها باذن الله يكون لقاء قوي ممتع زي ما شفنا لقاءات قويه في الاسبوع العاشر، وكان اهمها لقاء وادي دجله وانبي مع احمد حسام ميدو اللي تفوق على انبي 4 أهداف مقابل 3، وكانت مباراة قوية جدا في الأسبوع العاشر. نقول لحضراتكم تشكيلة النادي الأهلي: شريف إكرامي لحراسة المرمى، بيلعبوا كابتن حسام البدري 4-2-3-1، سعد سمير وأحمد حجازي 2 قلبي دفاع، على اليمين أحمد فتحي وعلى الشمال التونسي علي معلول، في وسط الملعب حسام عاشور والسولية، قدامه 3 وليد سليمان، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا والنيجيري جوني راجاي. طلائع الجيش بادئ احمد سامي المدير الفني، اللاعب سابق في النادي الاهلي، لعب فتره في الاهلي والاسماعيلي والترسانه. احمد سامي كان لعيب مميز جدا ناحيه الشمال، وبادئ بتشكيله عماد السيد لحراس المرمى، 2 قلبي دفاع رشاد فاروق معتمد محسن، على اليمين عصام صبحي، عبد الله السعيد حطها ناحيه الشمال حلوه، مؤمن 1 ضد 1 خارج حدود 18، هيعمل ايه الراجل؟ لسه اخر شويه، حطها الناحيه الثانيه حلوه يا ولد. وليد سليمان، وليد عايز يسدد، اتاخر، لسه جوه ال 18 ما فيهاش اي حاجه، هيلعب العرضيه ولا ايه؟ عبد الله السعيد عملها حلوه العرضيه، واول فرصه حلوه العرضيه، جاي قطع القائم الاول يحطها برجله الشمال في اول 3 دقائق، وفرصه خطيره للنادي الاهلي. نتمنى نشوف فرصه هنا وفرصه هنا، والمباراه تكون ممتعه من الفرقتين، نشوف لقاء ايا كان مين اللي يكسب مين اللي يخسر، ما يفرقش معانا الكلام ده، احنا عايزين نشوف مباراه قويه مع حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي استاد النيل. ادي هنا التمريره واتعملت حلوه، يعني هنا الراجل غطى بقى رشاد فاروق، ما كانش فيها تسلل، وعملها حلو قوي كمان عبد الله السعيد هنا لوليد سليمان اللي ما فكرش يستلم، وعملها عرضيه حلوه وجت في رجل الراجل. هنا نشوف بقى ترد علي معلول يحطها اماميه طويله ناحيه وليد سليمان، عايز ياخدها لنفسه، خطا من الراجل اللي خط الظهر، عدى وليد يدخل ال 18، حلوه العرضيه، اجاي ممكن يسدد، فيها خطوره لكن يطلع خط الظهر مره ثانيه وترد في وسط الملعب. السوليه يحطها ناحيه شمال قصيره شويه، لكن هنا تدخل معاهم اجاي كمان، سعد سمير، معلول، يا سلام يا ولد، حلوه عرضيات نموذجيه، مش ممكن يا ولد. بقول لحضراتكم الحلول هتلاقوها عند معلول، الراجل ما شاء الله عرضيات ايه نموذجيه بيعملها بقدمه اليسرى، اتعملت حلوه مش محتاجه الكلام ده، تلمس بس يا مؤمن تروح في الجول. يطلعها فرانك ستيفن ركنيه، يلعبها علي معلول مره ثانيه، حطها على القائم البعيد، يا طلعها يا ولد يا عماد، طلعها بقبضه ايده عماد، يدي فاول محمد معروف، باص هربت منه، بعدت احمد عيد وسط 6-7 لعيبه، حلوه البينيه، محمد اشرف، ضربه جزاء لطلائع الجيش في الدقيقه 27. مش ممكن، ضربه جزاء حجازي، يعني الراجل بخبره محمد اشرف حط جسمه كويس جدا قدام المساك احمد حجازي وهو خلاص بره ال 18، يعني هنا برضو المفروض المساك يبقى عنده ذكاء شويه، لازم هنا يسيبه لانه خلاص طلع بره الملعب والكره طولت هنا منه. ادي الراجل اتعملت بينيه بلسم من احمد عيد، ادي دفعه وقرار وجهه نظري قرار سليم 100% من الدولي محمد معروف، حط جسمه والراجل هنا ما عندوش، يعني مش شايف وهو جاي من وراه، عرقله وفيها ضربه جزاء على احمد حجازي في الدقيقه 27. هنشوف احمد عيد بره، يا سلام يا اكرامي، يا سلام شريف اكرامي بينقذ النادي الاهلي من هدف في الدقيقه 28، وروح كبيره جدا من شريف اكرامي، عملت هجمه مرتده، كانت هجمه هنا العرضيه الناحيه الثانيه ولسه خطوره، يا سلام يا ولد، مش ممكن، مؤمن زكريا، هجمه هنا ضاعت، ضربه جزاء، وكانت تترد الهجمه هنا للنادي الاهلي، كان ممكن يبقى هدف اول خارج حدود ال 18، تروح مره ثانيه وفيها فاول وفيها اعتراض من لعيبه النادي الاهلي على الدولي محمد معروف، وسامعين صوت الجهاز الفني بره ولعيبه النادي الاهلي. 18 هيسدد الراجل، حطها وحشه يا وليد سليمان، الحاجات دي بتفرق مع اي فرقه، الكرات الثابته سواء الركنيات او الفاولات اللي على حدود خط 18. وحشه التمريره من هاني، ادي الثقه اللي بقول لحضراتكم عليها اللي موجوده في فرقه طلائع الجيش، تمريره وحشه قوي، اتقطعت هتسبب مشكله. مره ثانيه مؤمن زكريا تعدي، عبد الله السعيد، عبد الله عايز يلعب الوان تو مع جاي، يرجع مره ثانيه حسام عاشور، عبد الله السعيد،
عبد الله هيعمل ايه؟ اجاي تولد احمد عيد عايز يراوغ وعايز يعدي لوحده، اشتغل فردي لوحده، كان عايز يلعب الكره كده من بين رجل الراجل اتقطعت، تروح في وسط الملعب في مساحه موجوده كويسه قوي لطلائع الجيش، مساحه كبيره جدا جدا في الثلث الوسطاني، تروح ناحيه الشمال صبري طلع له ناحيه الشمال لعاصم صلاح، كان عامل الاوفرلاب كويس قوي، كان ممكن يلعب معاه لكن يلعب العرضيه صبري تترد وتغير اتجاهها، وقالشه هنا من مؤمن اللي كان راجع يأدي واجبه الدفاعي على حدود خط ال 18. فرانك ستيفن لمسه الواحده معلول استلم حطها في نص الملعب، تمريره حلوه قوي من علي معلول، الراجل لوحده وكان مضغوط عليه وخلصها لنفسه كويس قوي التونسي علي معلول. لسه برضه متاخرين شويه الظاهرين في النادي الاهلي ما بيزيدوش. لكن خروج عمرو السولية اثر شويه على شكل نص الملعب، لان كابتن حسام فكر في محمد هاني في النص شويه وبعدين غير مع احمد فتحي واستقر، وده كان من البدايه الحقيقه. نعم. بس هو يعني كان بيجرب هاني في نص الملعب على اساس ممكن يبقى حته الجري وحته ان هو صغير وعنده تسديدات قويه، لكن هو بعد كده رجع باحمد فتحي في نص الملعب تاني مع عاشور. لكن انا عايز اقوله ان المباراه الشوط مجهود شويه يا كابتن احمد، يعني الكوره رايحه جايه كتير قوي. حاسس ان يعني مفيش شكل للعب، لكن الكوره بس بيبقى فيها شكل لما بتيجي ناحيه الشمال عند معلول. جاي بيحاول ينزل ويستلم وبينزل في مساحات كويسه قوي، بيهرب من الاثنين المساكين وبيعملها كويس جدا. عبد الله السعيد ظهوره حتى على فترات متباعده شويه بس بيبقى فيه خطوره، لكن عبد الله لازم يبقى دايما ورا كل كوره، لان هي دي الكوره تصاب فيها، اعتقد دي ضربه جزاء وتصاب فيها عمرو السوليه دي. حتى كابتن حسام انا الحقيقه افصال ضربه جزاء صحيحه 100%، انا مفيش فيها افصال يعني. كابتن حسام امام اعين الحكم اعترض عليها بشده كابتن حسام، يعني البنالتي بتاعت طلائع الجيش صحيحه 100%، اكيد طبعا، بس دي والبنالتي الثلاثه اللي بتحتسب الاهلي صحيحه بنسبه 100%. ده يعني طبعا وجهه نظري يعني. اعتراض كابتن حسام طبعا في محله فيها فعلا فيها ضربه جزاء. طلائع الجيش المحاولات بتاعته كلها على استحياء شويه، يعني اخطر كوره اللي جت ضربه الجزاء عملها احمد عيد ممتازه محمد اشرف، واخد منها ضربه جزاء وتصدى ليها شريف اكرامي بتالق فوق العاده ما شاء الله. لكن انا عايز اقول انا معاك طبعا، الشوط الاول مش ده اللي كنا مستنيينه، مفيش حلاوه في اللعب كتير قوي على فترات متباعده جدا، لكن لازم في شويه هدوء شويه خصوصا من لعيبه النادي الاهلي. طيب كابتن علاء نبيل، برايك سبب تعادل فريق طلائع الجيش ايه؟ بقى الاقتراب وانه كان ممكن يسجل، كان ضربه جزاء دي فرصه مؤكده انه يسجل ولكنه اضاع، يعني كان ممكن نقول الشوط الاول التقدم 1-0 لصالح طلائع الجيش. كان دي اصلا قبل ضربه الجزاء هجمه كويسه قوي. نعم. تمريره رائعه من احمد عيد عبد الملك، تحرك رائع من محمد اشرف. نعم. الغريب بقى احمد حجازي والبنت الفاول اللي عمله، يعني هو الراجل حتى وشه بره جون، ازاي انا اخش بايدي كده ويعني واحد ضربه جزاء؟ يعني انا في تقديري ساذجه جدا يعني. نعم. بص يا كابتن، بص هي دي الكره، بص تحرك محمد اشرف كويس قوي، هو بره الجون. بص يعني كرة غريبة جدا، يعني ازاي بالسهوله كده اعمل بنتي على فرقتي. لكن معاك حق يعني، لانه ايديه اتمدت نكمل بقى اللعبه. بص بعيد عن الجول، مش ممكن هتيجي من هنا ولا ليها يعني ولا فيها مشكله خالص ولا فيها عاديه جدا. اسيبه ياخد الكرة ويستلم، لان سعد سمير حتى قافل عليه من الناحيه الثانيه. محمد اشرف وقع كويس قوي وده ذكاء منه، وبالتالي بلنت ساذج ممكن تحصل في ماتشات دوليه، ممكن تحصل في حاجه للمنتخب، ممكن تحصل في مباراه حاسمه، ممكن تحصل الاهلي في كاس عالم انديه، كاس افريقيا وهكذا يعني. لكن نقدر نقول عليها كابتن في طلائع الجيش حقيقه هم قدروا يعني يعملوا ضيقوا المساحات على النادي الاهلي في نص الملعب. طلائع الجيش ارتداد محمد رزق لغايه النهارده لغايه دلوقتي في الشوط الاولاني 10/10 عامل مجهود غير طبيعي في الحته الدفاعيه، وهو الوحيد اللي بيكمل من نص الملعب. النادي الاهلي لاقي صعوبه اللي هو يوصل لمرمى النادي طلائع الجيش، لكن ينقص طلائع الجيش بس ايه الهجمه الاخيره، يعني هو عمل واحده او اثنين هجمه مرتده وكان فيها خطوره، منهم واحده ضربه جزاء. نعم. لكن لو النادي الاهلي استمر على كده ممكن نادي طلائع الجيش هيوصل للجون تاني طب المنظر ده اولا غير مقبول وغير معقول، على فكره الكره دي الوحيده وغير مستحب ولا يمكن ان يمر دون عقاب. الكره الوحيده دي اعتراض انا بس اكمل اعتراض ثلاثي، لانه الكابتن حسام مع الكابتن سيد مع الكابتن احمد ايوب، ده مش مقبول خالص، ما ينفعش. ده في اكتر من لعبه يا فندم، ولا في نص لعبه، ده مش يعني الاعتراض بيبقى كلمه، لكنه بالشكل ده مش مقبول خالص. برضه انا برجع بتكلم على شخصيه الحكم، هو شخصيه الحكم بتسمح بده، ده ما ينفعش. يعني انا مثلا
حسام البدري او سيد عبد الحفيظ في الكره الاخيره اللي خد فيها احمد فتحي انذار، انا اتجنن زيهم. انت ما حسبتش فاول، يبقى ازاي تدي انذار على كره مش فاول؟ هنا ممكن اتكلم، ممكن اقول بس بالطريقه، لكنه الثلاثه ده يبقى اللعيبه كمان هتعترض، يبقى الملعب هيكون اكثر عصبيه. طبعا استسمحك بس في اعاده الكره اللي بيعترضوا عليها دي. حاضر. لا دي ما فيهاش حاجه خالص. لا دي فاول على احمد هنشوفها. هنشوفها فاول على احمد فتحي. بص يا كابتن، فاول ممكن ياخد كابتن انذار. احمد معلش. نعم. احمد فتحي اوريدي راح متزحلق. احمد فتحي برافو عليك. انت فهمنا يا كابتن احمد؟ احمد راح متزحلق من الارض نفسها. بالظبط. يعني بص ممكن يعني يرجعها. بص احمد رجليه شمال فين؟ طب خلينا نقول حاجه، يعني قرار الحكم سليم فيها. اقول حاجه بس انه لاعب طلائع الجيش لمس الكوره خلاص. احمد فتحي زي ما قال الكابتن علاء متزحلق، وهو يمكن ما ادالوش انذار لانه من الزحلقه رجليه جت ان بالانس. انا مش عارف الاعتراض على ايه. اعتراض عالي بعد جدا. البنالتي بتاعت النادي الاهلي اللي على النادي الاهلي غير مقبول، يعني الحقيقه غير مقبول على الاطلاق. بنالتي صحيح 100%. 100% البنالتي صحيح. يعني هي دي المشكله اللي حضرتك تكلمت فيها، اللي هو حسب ضربه جزاء صحيحه. خلاص انت راجل دلوقتي زي بتحسب ما علاء قال هو اتزحلق فطار يا عيني. بالظبط. وبص ده مكمل كويس إنه ما فيه. ادالوش انذار، لان احمد خد انذار بعد كده كان ممكن يبقى كارت احمر. بس الانذار اللي بعد كده برضه انا لكن بص الاعتراض عامل ازاي يا كابتن، غير طبيعي. يعني الكوره دي لا تستحق بالمره اللي هم يعترضوا عليها. ده ما فيش حاجه. تمام، ما فيهاش حاجه خالص. ما فيهاش حاجه. يعني حضرتك زي ما تفضلت قلت الحكم ادى قرار ضربه جزاء صحيحه لطلائع الجيش. خلاص كمل. يعني ادي كل واحد حقه. ما بتتهز ليه؟ هتتاثر بعمرك اذا هي دي شخصيه الحكم بقى. انا هوريك بقى شخصيه الحكم. بص بقى. لا مش دي، خلينا في دي ما حسبش فاول. دي ادى انذار من غير ما يحسب. لا ما حسبش فاول. لا مشيت صح. برافو في اللعبه اللي قبلها انا طلبتها منكم اظن في الدقيقه 38 اللي ادى انذار لعيب طلائع الجيش. نشوف كده بس اللعبه هنا ده. دي اللي ادى فيها انذار. بص بقى، بص عايز يصفر وعايز يرجع، عايز يصفر وعايز يرجع، ما اقدرش امشي، ما اقدرش استنى. رجعوها تاني وخلي عينيكم على الحكم. بالظبط. يا عم خلاص هو رقم 4 ده هياخد انذار. نشوف اللعبه كويس هنا اهو. بص عايز يلعب، رجع تاني، هيرجع بعدين لعب، بص وبعدين رجع تاني صفر. ما فهمتش مع انه جاي كان قدامه مساحه. ما تعرفش هو عايز ايه. ما هو يا جماعه هي الحاجات الصغيره دي. انت عارف هو عايز ايه يا كابتن؟ اقول لك عايز يدي انذار. ايوه هو عايز يهدي الموقف بانذار. ما تهدي ليه؟ مش هو الهجمه تكمل ما دي الشخصيه وتدي انذار لرقم 4. ما دي الشخصيه. ادي واحده. نرجع بقى لبتاعه النادي الاهلي. يعني خلاص انا حفظته، ده قصه بسيطه. نرجع بتاعه النادي الاهلي نشوف بقى اللعبه. هنا احمد فتحي. هي خلي بال حضرتك بقى. كمل اللعبه. بس بعدها بقى راح مصفر الراجل. يعني ستيفن هو اللي طلع الكوره بره، ما حسبش فاول. وبعدين رجع راح ادى احمد فتحي انذار. يا عم ادي كارت احمر، انا ما عنديش مشكله. بس انت من الاصل ما حسبتش فاول. هي دي يا جماعه مشكله. المشكله ان انا بصرخ عليها بقالي اسبوعين. يعني ما احمد اهو بيحلف له لمسه. انا ماليش دعوه، قرار الحكم لو مدي صفاره من الاول ان شاء الله مديله كارت احمر انا ما عنديش ازمه. لكن هو فعلا ما صفرش فاول. انا من المره يعني الظهر الحقيقه بتكلم على ابراهيم نور الدين هايل في مباراه طنطا. مباراه جميله جدا. هايل. بس المباراه خفيفه. يمكن حسنا فعلت لجنه الحكام. عارفه المباراه حساسه. لا كوع احمد في وش احمد عيد. يعني كوع احمد فتحي في وش احمد عيد. والرجل ده زنقه. لا الكوع في الوش. حتى هم انا بيقولوا انت ما اديتش فاول. هي دي المشكله. بس هنا بهدوء، هنا الكلام بهدوء مقبول، مع ان دي تستحق الانفعال اكتر. لكن العصبيه في اللي قبلها. في المباراه كويسه جدا. الاثنين المساكين والظاهرين مع فريق طلائع الجيش. اماميه طويله عاليه. صالح جمعه عايز يستلم لكن تطلع رمي التماس على محمد اشرف. عمل جهد كبير في الجري النهارده محمد اشرف اللي قدامنا. دافع كتير اكتر من الناحيه الهجوميه. حلوه يا ولد يا لعيب. يا سلام يا ولد يا احمد يا فتحي. الله 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 الله. مؤمن زكريا هدف في الدقيقه 73. هدف 73 في الدقيقه 73. مؤمن زكريا. يا سلام يا ولد على العرضيه. يا سلام على مؤمن. هنا مركز الكابتن حسام البدري شويه مع المجموعه اللي بره من الجماهير. يبدو ان حد كان بيتكلم معاه. هدف مؤمن زكريا. يبدو ان حد بقى من الجماهير. ادي العرضيه حلوه ما فيهاش اي تسلل. اتعملت حلوه في غفله من خط الظهر لاول مره. اتاخروا كتير قوي خط الظهر. المفروض كانوا يطلعوا على ال 18 عشان يبقى الراجل ده في موقف تسلل. فضلوا مثبتين نفسيهم في غفله كده. يقدر مؤمن زكريا حطها قويه على شمال عماد السيد عشان يتقدم النهب. تخبط تغير اتجاه. جول عبد الله السعيد في الدقيقه 77. هدف ثاني اتعملت من بدايتها حلوه من عبد الله السعيد. وفرحة هنا الكابتن حسام البدري. هل هيبص على الراجل مرة تانية ولا ايه؟ لكن هنا فرحة كل لعيبة النادي الاهلي. و77 دقيقة هدف تاني
للنادي الاهلي عبد الله السعيد اللي فايق قوي النادي الاهلي في الشوط الثاني، افضل بكتير جدا. تمريره حلوه من صالح جمعه وعبد الله السعيد، عمل 1 2 هنا حلو قوي من عبد الله لصالح. ادي التعاد مره ثانيه بدايتها من حسام عاشور لعلي معلول اللي بعتبره نجم اللقاء النهارده. وادي عبد الله السعيد عملها حلو قوي، يدخل ال 18 ل 1 2. صالح جمعه تسديده اتردت له مره ثانيه وخطا برضه هنا من عماد السيد. الراجل نزل بدري شويه، بتعدي من جنب رجل عماد السيد عشان يبقى هدف ثاني لمصلحه النادي الاهلي بعد 78 دقيقه من بدايه اللقاء او من عمر المباراه. 78 دقيقه تقدم النادي الاهلي بهدفين، مؤمن زكريا في الدقيقه 73 وعبد الله السعيد بعدها باربع دقائق في الدقيقه 77 هدف ثاني. وفرحه لعيبه النادي الاهلي ويتغير الشكل هنا. لسه مركز الكابتن حسام البدري مع الجماهير اللي بره. اتعملت ناحيه الشمال، علي معلول يلعب العرضيه، يا سلام يا ولد، حلوه لسه فيها خطوره، مش ممكن. اجاي يا ولد يا اجاي، هدف ثالث اجاي. واتعملت اول جمله، لو اتعادت مره ثانيه جمله روعه 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 اتعملت من النادي الاهلي. لو جت من بدايتها كده نعد اللمسات اللي اتعملت في نص ملعب النادي الاهلي. في الدقيقه 83 اجاي بيتقدم بهدف ثالث، خلاص زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره رموا الفوطه فريق طلائع الجيش. ادي هنا فرحه جماهير النادي الاهلي اللي موجوده في استاد السلام. اجاي هدف ثالث، هدفين. ادي اتعملت مره واثنين وثلاثه، واتعملت ناحيه الشمال والعرضيه حلوه غيرت اتجاهها ويلمسها مره ثانيه خط الظهر وتتهيأ لاجاي اللي يحطها في الجول عشان يبقى هدف ثالث في الدقيقه 83. 83 دقيقة أجاي بيتقدم للنادي الأهلي، غير الشكل تماما. قلت لحضراتكم بيأدوا فريق طلائع الجيش مباراة دفاعية في الشوط الثاني. يمكن الشوط الأول كانوا بيوصلوا كده لل 18 بتاع النادي الأهلي